الكشك هناك اهو. ده بيوزع لذات. لكن ده كابو هناك هنا الكشك اهو. معلش اهو تعالى كده عشان الموت ده من اهو. بص الحاجه دي. اوعى تشيلوا حاجه من هنا كده. اسمك لما قلت كنت واقف هنا؟ لا قلت ايه؟ ها؟ انت اسمك ايه؟ مخرج؟ جميل حبيبي كان في السينما كويس. ها؟ علشان احضر مهرجان القاهره، الحقيقه ان هو مهرجان كويس بالنسبه للظروف اللي بتمر بيها البلد، ان يبقى فيه المهرجان حاليا في افلام احنا مشاركين بيها، ده شيء كويس. من اهم الافلام اللي انا لفتت نظري فيلم البر الثاني، لان انا اساسا عايش في اوروبا، لفيت دول كتيره فشفت الهجره. اتمنى ان هو يقدم شيء واقعي عن الهجره الغير شرعيه او الهجره الغير قانونيه، لان انا ما بعترفش بمصطلح الهجره الغير شرعيه. فالافلام اللي بتتقدم ما بتقدمش الواقع، اتمنى الفيلم ده يقدم الواقع. في افلام تانية مشاركه، افلام فرنسيه برضو، الصين داخله بمجموعه افلام في المهرجان. يمكن انا شفت الحفله هي فيها يمكن التنظيم اقل شويه، او مش جوده المهرجانات العالميه زي مهرجان برشلونه، مهرجان برلين، لكن ممكن ده يتحسن اكتر لو اداره المهرجان ووزاره الثقافه ادت المهرجان تنظمه شركه عالميه في مجال تنظيم المهرجانات، هتجيب سبونسرز ويجيبوا معلنين، هيبقى افضل. ممكن يعني يعمل دخل افضل، يعمل دخل سياحي ان هم يستضيفوا مثلا او يبقى مش يستضيفوا، يبقى في دعوه لممثلين عالميين. فأنا شايف إن بالنسبة لوضع البلد الحالي، وضع مصر والظروف الاقتصادية والاجتماعية، إن ده شيء جميل. إحنا عندنا مواهب عالمية، في حاجات يعني بنقدر ننافس، بس مفيش إنتاج. يعني الفترة المسيطرة على الإنتاج حاليا هي أفلام تعتبر دون المستوى، وفي نفس الوقت كلها بتتكلم عن البلطجة وبتتكلم عن المناطق الشعبيه. المفروض ان يبقى في حتى افلام تتكلم عن الرومانسيه، زي فيلم حبيبي دايما. الافلام بتاعت السبعينيات دي احنا مفتقدينها، لان السينما بتاثر في الشباب، لان حتى لما بتطلع جمله او بتطلع فيلم الشباب كله بيتناقض. فلو طلع حتى مشهد رومانسي او مشهد عاطفي، ده برضه هيأثر في الشباب ويخلق جواهم الرومانسيه اللي هي مختفيه تماما، لان السينما بتأثر بالفعل في كل جيل الشباب اللي موجود. فالمفروض ان يبقى في اهتمام بنوعيه الافلام، ويبقى في افلام رومانسيه بتعبر عن العلاقات ما بين الشباب، انهيار العلاقات، نظره الرجل للمراه اللي طبعا اكيد يعني منهاره تماما في الوقت الحالي.